السلام عليكم ورحمة الله. كيف حالكم يا زعماء؟ بسم الله ونبدأ تغريداتكم. معانا تركي يقول: رغم كل اللي قدمه وجه السعد للهلال من تعاقدات وأجانب وتسديد ديون، إلا أنه يقول في تصريحاته: أتمنى جمهور الهلال يكون راضي. أخجلتنا. ما هي غريبة من وجه السعد، قول وفعل وتواضع. معنا تغريدة من محبي بندر بن محمد: الحقيقة أن ليو لم يقدم ما يشفع له حتى الآن، لكن الحكم عليه مبكرا وتعليق المشانق ضده يعتبر جهل كروي وانجراف مع التيار المعادي. فعلا الحكم المبكر إيجابي كان أو سلبي، جهل كروي. تغريدة من مبروك العبد الرحمن يقول: اعتاد خصوم الهلال سحبه إلى معارك خارج أرض الملعب، خاصة مع بداية الدوري، لكن الجمهور العاشق فهم اللعبة. خلاص فهمها الجمهور، وابشروا بالدعم القادم. تغريدة من ناشط هلالي يقول: الهلال الموسم هذا سيضرب بيد من حديد، بدعمكم يا جمهور الزعيم، وفالكم السعد. هاني الهلالي يقول: عجزوا بإيقاف الهلال بالطرق القانونية وتوجهوا لبربسة التحكيم، ورسالة من تحت القانون للحكام تعطي الهلال خطأ تتوقف. هزلت. الهلال أقوى من أي عقبة تواجهه. صقر الهلالي يقول: 6 نقاط، 4 أهداف، شباك نظيفة، رجوع المصابين والموقوفين، بإذن الله القادم أجمل وأجمل. ونقول: هذا الهلال يا جاهلينه، والمثل يقول: أول الغيث قطرة. لكم كل الشكر على المشاركة، وننتظركم على هاشتاج تغريدات زرقاء. أخوكم هلالي رتويت، وغرد يا هلالي.